ما زلنا نتابع التغيرات التي تطرأ على المشهد الليبي وتبعاتها، لكن هذه المرة نتابعها من القاهرة. فقد احتفلت الجالية الليبية بسيطرة الثوار على العاصمة طرابلس، وتم رفع علم الاستقلال على مقر السفارة الليبية بالقاهرة. ولنقل أجواء الاحتفال معنا مباشرة من أمام مقر السفارة الليبية موفد التلفزيون المصري حمادة العربي. حمادة، صف لنا المشهد كما تراه الآن. المشهد الآن نحن أمام السفارة الليبية أو داخل السفارة الليبية التي شهدت مؤخرا حالة من الاحتفالات على كافة المستويات، اللاجئين الليبيين هنا في مصر وكذلك الاحتفالات من أبناء الجالية الليبية هنا في مصر. الاحتفالات بدأت منذ بضع ساعات من الآن. كان هناك تواجد لجميع طوائف الجاليات الليبية هنا في القاهرة يحتفلون بنجاح ثورة 17 من فبراير، وخاصة فيما يتعلق برفع العلم الليبي، حيث تم رفع العلم الليبي مؤخرا على السفارة الليبية، وهو العلم الجديد المعبر عن الثورة الليبية. كذلك انضم إلينا أحد الثوار الليبيين والذين كان له في المقاومة الليبية داخل مصر وخارجها. نتعرف معه على أهم المقترحات التي سوف يقومون بالدفع لها من أجل إعادة إعمار ليبيا، وخاصة فرحتهم الآن. تفضل حماد. من حضرتك فرحتك الفرحة الليبية النهاردة وفرحة الشعب الليبي بهذا الانتصار. الشعب الليبي فرحان فرحة لا توصف. الشعب الليبي حقق حلم كل الآراء السياسية والمؤرخين والمحللين يعني أجمعوا على استحالة تحقيقه، من شدة استحكام القذافي في البلد بالدكتاتورية واليد الحديدية اللي كان يصرف عليها 42 سنة في أموال الليبيين، اللي جوعهم واللي شردهم في بقاع الأرض، وفي النهاية لم علينا كلاب الأرض. عايزين نعرف من حضرتك ايه اللي هيتم الاسبوع الجاي. حضرتك قلت ان في تم رفع علم السفاره وتسلمها رسميا. ان شاء الله احنا اليوم مجتمعين في السفاره المصريه بالاتفاق مع اخواننا المصريين، ودي احتفال بسيط في الجنينه. ان شاء الله الاسبوع الجاي حنستلم السفاره المصريه رسمي، السفاره الليبيه حنستلمها اللي في مصر رسمي، المجلس حيستلم السفاره، وان شاء الله حسب وعود الاحتفالات حتقعد اسبوع، هيبقى اسبوع احتفالات. شكرا.